إن أهم عوائق التقارب الحقيقي والتعاون الفعلي على طريق التكامل والاتحاد المغاربي تتمثل بمشكلات السيادة الوطنية على بعض المناطق، وقد كانت هذه المشكلات من آثار المرحلة الاستعمارية، فقد ورثت البلدان المغاربية حدودا متفجرة بفعل التقسيم الاستعماري. كانت فرنسا تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقدم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها، أي إلى التراب الجزائري، وتركت المناطق الصحراوية مجرد مراع لسكان البلدين من غير تحديد تبعيتها لأي سلطة، مع أن هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطان المغرب. الجزائر حددت حدودها في العهد العثماني، تحققت وحدة الترابية الجزائرية والخريطة الجزائرية اللي ورثناها. الفرنسيون جاءوا فوجدوا الخريطة كاملة مع المغرب، لم يأخذوا شيء من المغرب أو من تونس.